اول يوم عند ماما. تاني يوم عند ماما. دلوقتي احنا رايحين عند ماما. طبعا انا ما نزلتلكوش الاكل اللي احنا كلناه اول يوم رمضان، بس انا هنزله لكم مع تاني يوم رمضان، بما ان انا اول يوم رمضان كنت عند ماما وتاني يوم رمضان عند ماما. فتعالوا بقى نشوف ماما هتاكلنا تاني يوم رمضان الاكل البيت ولا تعمل لنا اكل. وهنزل لكم كمان الاكل اللي احنا كلناه اول يوم رمضان، لان انا ما لحقتش ان انا اصور غير الاكل وما لحقتش ان انا انزل فيديو، فهنزل لكم الاثنين دبل فيس مع بعض. ويا رأيكم في طعم شغليها شغليها. سلقها. ايوه يلا هنروح عند تيتا. هنروح عند تيتا. جاهزين انتوا كمان تشوفوا معانا بصوا يا جدعان، انا النهارده جاهزه وامبارح. مش جاهزه انا جاهزه عشان ميه قطع. الميه قطع عندنا، وبيقولوا ان هي قطع اصلا في حاجات كتير قوي، والميه ديت يعني ناكل اكل بيت. مش عارف. هنشوف. احنا هنشوف تتان النهارده تاكلنا اكل بتاع امبارح ولا وانتوا هتشوفوا معانا. حلو انت بتحبيه. تعالوا ناكل في البيت احسن. يا نهار يا حسين، انت بتروحي لتتا عشان الاكل بس؟ سامعه يا تتا؟ لا بس سامعه يا تتا؟ شوف الفيديو هتتان. فيلا بينا يا ولاد نروح عند ماما ونشوف عامله لنا اكل ايه النهارده. والاول هحط لكم الاكل بتاع امبارح في الفيديو ده، وبعد كده هحط لكم اكل النهارده. يلا قولوا لنا بقى انتوا النهارده كلتوا ايه وامبارح كلتوا ايه؟ مش عارفين النهارده هناكل ايه. ما احنا هنشوف دلوقتي وهنحط لهم في الفيديو، وهننزل فيديو بالليل بقى. يلا باي. وهنا بقى كان اول يوم عند ماما، وكانت عامله لنا رز بلبن، وكنت انا اللي بحط الزبيب والجوز الهند والسوداني على الرز بلبن، وكانت هي اللي بتعمل لنا الاكل. الصراحه ربنا يخليها، يعني هي اللي بتعمل لنا الاكل اول يوم وتاني يوم. محدش بيعمل اي حاجه، بنعذبها معانا في اليومين دول. الصراحه احنا يا دوبك بس عارفين يعني اللي احنا بنتدلع، بنحط لها الزبيب على الرز بلبن ونقول لها احنا تعبنا يعني. والله زي ما بقول لكم كده. يعني ربنا يخليها وتفضل واقفه على رجلها وتعمل لنا الحلو كله الصراحه يعني. فانا كنا طبعا في نص بيحبوا من غير زبيب والحاجات اللي هي محطوطه عليها دي، جوز هند والكلام ده. مش عارفه احنا بنعذب معانا جوز هند ليه الصراحه، يعني بيصعب عليا كل مره اما باجي احطه في اي اكله بقى بلاقي يعني حرام جوز هند اللي بنعذبه معانا ده. المهم يعني بقيت احط هنا واظبط هنا لغايه بقى ما مليت الاطباق، وهي بقى في الاخر هتيجي تقول لي ده قليلين قوي. كنت كتري، قلت لها الناس مش بيحبوا يا ماما اصلا الحاجات الكتير، احنا كلنا اصلا ما بنيجي ناكلهم مش بنحب والله الطبق مليان الحاجات ديت. فعشان كده حطيت تفاتيكي عارفين اللي هو ايه، نمنمه بس يخلوا طعم. وهنا بقى دول اطباق رز بلبن ما اتعملوش عشان العيال نصها مش بتحب، ودول اللي احنا ظبطناهم وروقناهم وروقنا عليهم وكنا حاطينهم فوق الفريزر. وده بقى كان الاكل، بطايه وفراخ وجلاش ولحمه. ايه ده سمبوسه يا جماعه، خلوني ما انساش اي حاجه. وبقى كنا جايبين تمر وصوبيا وفي بلح وتانك وتمر وعرقسوس. كان في حاجات كتير بقى من اللي قلبكم يحبها يعني. وده كان المفروض الاكل اول يوم اللي احنا كناه نسفناه يا جماعه، نسفناه حرفيا، ما خليناش منه حته خالص. فتعالوا بقى نشوف كمان الاكل بتاع تاني يوم اللي كنا النهارده كان ايه. والنهارده كانت ماما قررت تعمل لنا محشي كرنب، لان احنا ما كناهوش اول يوم، وكان بداله المكرونه البشاميل. وكمان عملنا ملوخيه وكان طعمها رهيبه جدا. وهنا ده الصوبيا، وكان برضو في كل الحاجات. وهنا كنا خلاص بقى بناكل، المغرب اذن يا جماعه، وكنا يعني بجد خلاص. وبجد احنا سيبنا لها المواعين تضرب تقلب، لان المايه كانت قطعه ويعني عليها هي هتقف تعمل كل الحاجات ديت من غيرنا. فربنا يديها الصحه يا رب، وربنا يخلي لكم كل امهاتكم. وقولوا لنا بقى فطرتوا اول يوم فين وتاني يوم فين. وسلام.